حماتي اتصدمت لما دخلت عليا وشافت اللي انا بعمله في البلكونه. لما طلعت كده وتسال عليا العيال قالوا لها ده في البلكونه بتعمل التوم. قالت لهم بتعلقوا يعني ولا ايه؟ قالوا لها لا احنا ما نعرفش. فدخلت فتحت عليا باب البلكونه ودخلت لقتني قاعده في الارض كده مقصقصه التوم كله الحاجات اللي هي بتاعته ديت، الفروع بتاعته اللي بيتعلق منها. هي مفكره ان انا هدق له مسمارين في البلكونه وامسك التوم كده والبصل اربطهم واعلقهم في البلكونه. قلت لها لا انا مش هعمل كده. ولما لقيتني كمان جبت بقى مقص وبدات اقص كمان العود الطويل اللي طالع من راس التوم اللي انا لسه سايباه ديت وبنضف فيه وبشيل القشره، لقيتها بتقول لي يا بنتي انت في ايه؟ انت هتشيل التوم في الطبق؟ هو في حد بيعمل في التوم كده؟ حرام عليكي بوظت التوم، ده التوم بقى غالي، ده الكيلو عدى ال 50 جنيه. قلت لها الحمد لله انا لحقته هو ب 25. والله يسامحه بقى البياع، كنت هجيبه هو اقل من 25 بس قال استني بعد رمضان. المهم جبته ب 25 والحمد لله. قالت لي طب وتبقي جايبه التوم ب 25 جنيه؟ ده كان السنه اللي فاتت ملوش سعر، كان الكيلو بجنيه، وتروحي النهارده تبوظيه؟ حرام عليكي يا بنتي.